سلام البنات ومرحبا بكم في قناة مطبخ زهرة. اليوم جيت نشارك معاكم اللي طارتولات بالليمون. هنا عندي 125 غرام زبدة، ملعقة صغيرة لافاني، ملعقة صغيرة خميرة الحلويات، 2 مغارف سكر، حبة بيض وفرينة. الفرينة تستهلكوا حتى تنضم لكم العجينة، كل وحدة والنوعية تاع الفرينة تاعها. هنا نضيف الزبدة مع السكر نخدمهم مليح، ومن بعد نضيف الحبه تاع البيض كما راكم تشوفوا. راني نزرف الفيديو باش ما يجيناش طويل. هنا نضيفوا لافاني، ومن بعد نبداو نضيفوا في الفرينه تاعنا ونضيفوا لها ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات كما راكم تلاحظوا. نطموها برك ما نعجنوهاش، راني نطم فيها غير بصبعتيه، راني نقول لكم ما تعجنوهاش، طموها برك حتى تنضم لنا العجينة. وبعد نضيفوها في كيس بلاستيكي ونخلوها في الثلاجة بيد ما نحضروا السيرو تاعنا. نضيفوا الفرينة. هنا استهلكت 2 كيسان ونصف وربع، ما كملتش الكاس الثالث كما راكم تلاحظوا. والآن ندوزو نحضروا كريمة الليمون. نحتاجو 3 حبات بيض، كاس غير ربع سكر عادي، كاس عصير ليمون، ملعقة كبيرة مايزينا أو نشاء، ملعقة صغيرة لافاني، وملعقة كبيرة زبدة طرية. نديرو هنايا في كسرونة نديرو 3 حبات بيض، الكاس تاع عصير ليمون، كاس غير ربع سكر، وملعقة كبيرة مايزينا، ونخلطهم مليح مليح حتى يشوفوا البيض تخلط باش نضيفوهم فوق النار، ونبقاو نحركوه غير بالعقل حتى تبدا تعقد لنا هذه الكريمه كما راكم تلاحظوا. هنا نضيفها فوق النار ونبقى نخلط حتى تبدا تعقد، خاطش المايزينا هي اللي تعقد وتخثر الكريمه كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما عقدت ضفت لها هذيك ملعقه تاع الزبده وملعقه صغيره تاع لافاني، نديروها في الصحن ونضيفوا عليها كيس بلاستيكي يلامس الكريمه باش ما ديرناش هاد الجلده، ونخلوها في الثلاجه. هنا جبت ليمول تاعي دهنتهم بالزبده ودرت لهم شويه فرينه ونبدا نخدم فيهم كيما راكم تلاحظوا. كل وحده والطريقه تاعها، تحبي تفردي كامل العجينه تحطيها تحليها وتقطعيها وديريها في ليمول، تحبي ديري كيما راني ندير انا، كل وحده واش يساعدها الحال. هنا نثقبها بالفرشيطه باش ما تتنفخليش كيما راكم تشوفوا. نكمل العمليه مع كاع ليمول تاوعي عامليك. والان دوك نديرهم يطيبوا. والان ندوزو المرحله الثالثه، نحضروا لاميغان تاعنا. درنا 2 بياض بيض مع رشه ملح، طلعتهم مليح، ومن بعد بديت نضيف بالسكر بالتدريج، كاس غير ربع سكر. نبدا نضيف بالتدريج وراني نخلط بالباتور حتى يثقل لنا الخليط كيما راكم تلاحظوا ويجي متماسك هكذا. شوفوا جا بزاف بنين وبزاف هايل. هم ليكم لي طاخت بعد ما ديموليتهم الليمول تاعهم جو حموره وجو شابين طيبين. وهنا بديت نضيف الكريمه تاع الليمون، صدقوني جات حامضه هايله بزاف بنينه ومنعشه في نفس الوقت. ودوك نزينها كيما تحبوا ديروا لامويغانك، تحبوا ما ديروش تخلوها تحبوا تزينوها بالفواكه الموسميه اللي ساعدكم الحال، بعد تضيفوها في الثلاجه وتقدموها. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة وإن شاء الله تجربوها، وما تنسوش تخلوا لي التعليق وجام، ونتلاقاو في فيديو قادم. إلى اللقاء.